حكموا العالم واحتلوا كل أوروبا. ينسب إليهم أكبر وأعتى الإمبراطوريات على مر التاريخ. عرفوا بالشراسة وأحيانا بالإجرام. حاربوا الإسلام ثم اعتنقوه ونشروه. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين من قتالهم لشدة بأسهم. قال عنهم ابن خلدون أحد أعظم المؤرخين في تاريخ البشرية في كتابه الشهير مقدمة ابن خلدون: وأكل الأتراك الخيول فورثوا منها الشراسة. وقال عنهم القائد التاريخي لجيوش إمبراطورية المغول القائد بايجونيان: والأتراك هم أعظم من يخوضوا الملاحم والمعارك في الأرض، ولا يمكن إسقاطهم إلا بالخيانة. فيا ترى مين هم الأتراك؟ وإيه هي الإمبراطوريات اللي قاموها قبل الإسلام؟ وإيه هي الإمبراطوريات والدول اللي أقاموها بعد اعتناقهم للدين الإسلامي؟ ويا ترى إيه هي الدول التركية في العالم حاليا؟ إمبراطورية الهون الأوروبية. الهون هم جماعة تركية نشأوا في منطقة آسيا الوسطى، وتحديدا شرق نهر الفولجا في روسيا. كانت القبائل دي قبائل شرسة ومتوحشة وأشبه الناس بالمغول من ناحية الشراسة والإجرام. نجحت قبائل الهون في تكوين عدة إمبراطوريات كبرى متعاقبة، اعتبرها المؤرخون من أكبر الإمبراطوريات على مر التاريخ. ومن أهم إمبراطوريات الهون هي إمبراطورية الهون العظمى، وإمبراطورية الهون الأوروبية، وإمبراطورية الهون البيض. كان أهم الإمبراطوريات دي وأعظمها هي إمبراطورية الهون الأوروبية، واللي اكتسحت كل أوروبا ونشرت فيها رعب غير مسبوق. نجحت إمبراطورية الهون الأوروبية في احتلال كل أوروبا، ونتيجة موجات الهجرة التي قامت بها الشعوب الأوروبية خوفا من الهون تكونت البنية الاجتماعية والديمغرافية والثقافية الحالية لدول أوروبا. لذلك يعد بعض المؤرخين إمبراطورية الهون الأوروبية من أكثر الإمبراطوريات تأثيرا في عالمنا الحالي. اتأسست إمبراطورية غوكتورك في عام 552 ميلادية، واللي كان بيطلق عليها أتراك السماء. اتأسست على إيد الخاقان بومين، وشملت مساحات واسعة من قارة آسيا. وانهارت الإمبراطورية في عام 744 ميلادية. إمبراطورية أتراك الإيغور هي إمبراطورية تركية تأسست بعد انهيار إمبراطورية غوكتورك مباشرة. اتأسست إمبراطورية أتراك الإيغور في منطقة منغوليا شمال الصين، وحكمت الصين وأجزاء واسعة من قارة آسيا. واعتنقوا بعد ذلك في وقت لاحق ومتأخر الإسلام. وإلى الآن أتراك الإيغور يعيشون في الصين ويسكنون منطقة تركستان الشرقية غرب الصين، ويتعرضون لاضطهاد شديد بسبب اعتناقهم الدين الإسلامي. إمبراطورية الآفار التركية هي إمبراطورية تركية تأسست على يد قبائل الآفار التركية، والذين ينتمون إلى قبائل أتراك الإيغور. أقام أتراك الآفار إمبراطورية ضخمة امتدت من شمال بحر قزوين وشمال القوقاز في آسيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية. وفي القرن السادس الميلادي توسعت إمبراطورية الآفار وعاشت أعظم مجدها وعصرها الذهبي تحت قيادة الخاقان بايان، حيث قاموا بهزيمة الإمبراطورية البيزنطية العملاقة وفرضوا عليها جزية هائلة، حيث أصبحت إمبراطورية الآفار آنذاك القوة العظمى الأولى في أوروبا. ولحد هنا انتهت أهم الإمبراطوريات التركية قبل اعتناقهم الإسلام. وفي الحلقة اللي جاية هنتعرف على الإمبراطوريات والدول التركية الإسلامية، وهنشوف إزاي اعتنق الأتراك الإسلام، ويا ترى إيه هي أول إمبراطورية تركية إسلامية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقة اللي جاية. سلام.